بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنة وهديهم إلى يوم الدين. أحلى أمنية دايما أقولها لنفسي، يا ريتني نرجع زي ما كنا صغيرين. بدايات الالتزام، ما أحلى بدايات الالتزام، حيث التهجد بالقرآن وغض البصر وكف اللسان. ليتنا أن نعود صغارا، حيث قلوب الفطرة، حيث عفة اللسان، حيث الفطرة في كل شيء. لما كنا صغيرين، ليه لما كنا صغيرين يا جماعة؟ لما كنا صغيرين كنا حاطين في دماغنا اللي احنا صغيرين، نفسنا نتعلم، نفسنا نسمع، بنجري ورا الناس حب فيهم، بنجري ورا الدين حب فيه. لكن للأسف احنا جه علينا وقت كل واحد بقى شيخ، وكل واحد بقى رأيه من نفسه. خلي بالك من نفسك، خلي بالك من نفسك. ليه خلي بالك من نفسك؟ محدش كبير على الفتنة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه: والله يا معاذ إني لأحبك. لا 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 لا، معاذ بن جبل، معاذ بن جبل، إني لأحبك. طب من ثمرة هذا الحب إيه؟ تخيل معاذ بن جبل اللي النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا صلى الله عليه وسلم أنه يحشر يوم القيامة إماما للعلماء. معاذ بن جبل اللي كان سيدنا عبد الله بن مسعود يشبهه سيدنا إبراهيم، وكان يقول إن معاذ بن جبل كان أمة قانتا لله حنيفا. معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه اللي النبي صلى الله عليه وسلم استأمنه، هو مات لسه صغير عنده 32 سنة، تمام، في طاعون عمواس أيام سيدنا عمر بن الخطاب. أمال أيام النبي كان عنده كم سنة؟ يعني انت ايام النبي كان عنده حاجه و20 سنه، كان بيلعب في نص العشرينيات صلى الله عليه وسلم، تمام. وبرغم من ذلك كان يوليه القضاء في اكثر من قطر من اقطار التي فتحها النبي صلى الله عليه وسلم. وبالرغم من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: والله يا معاذ اني لا احبك، بالرغم من المكانه بتاعته دي كلها وهو شاب عنده حاجه و20 سنه. يقول له: فاتق الله حيثما كنت، واتبع السيئه الحسنه تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت، ولو كنت أعلم العلماء، ولو كنت شيخ المشايخ، ولو كانت الناس كلها بتجري وراك. مفيش حد كبير على الفتنة، مفيش حد كبير عن الزلل. واتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، فما أكثر السيئات التي تحتاج إلى مزيد من الحسنات لتمحو ما فات من سيئاتنا. فاتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. لأن الخلق الحسن هو الذي يدل على إيمانك، والذي يدل على صحيح إسلامك. وخالق الناس بخلق حسن. ولذلك ليه بيقول لسيدنا معاذ: اتق الله حيثما كنت؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى قال لك إيه؟ قال عن أهل الكتاب: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات. لا لا لا، هو إيه الفرق ما بين الزلة والخطأ؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال لك الخطأ بيكون عن جهل، لكن الزلل بيكون عن علم. عشان كده يقول لك: زلة مين؟ زلة عالم، زلة شيخ، تمام. الزلل بيكون عن علم. طب ازاي زل وهو عالم؟ لانه اتغر بنفسه. واذا قيل له اتق الله اخذته ايه؟ اخذته العزة بالاثم، تمام. وشوف ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ قال: فتزل قدم بعد ثبوتها. كان ثابت بس زل. ليه زل؟ لانه اتغر، لانه بص لنفسه، لانه بص انه احسن من اللي حواليه. فتزل قدم بعد ثبوتها. وشوف ربنا سبحانه وتعالى قال ايه للنبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم: ولولا ان ثبتناك. اما نخفي النون: ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا. وهو مين؟ وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن خلي بالك اوعى تغتر بنفسك. عشان كده احنا في الزمن ده بقى لا في منابر ولا في دروس ولا في اي حاجه. كل واحد فينا قاعد في بيته، اللي معاه فلوس زي اللي معهوش فلوس، الشيخ اللي كان بيطلع على المنبر زي المستمع اللي كان بيقعد قدامه. عشان كده كل واحد فينا دلوقتي يطلع قلبه كده قدام ربنا، يقول له: يا رب، محدش شايفني غيرك ولا حد رقيب عليا غيرك. صحح من نفسك، صحح من أخطائك، صحح وضعك،
التمس من الله عز وجل أن يمحو عنك كل سيئاتك. نفسك نفسك، قلبك قلبك، أنت تعريت ولم يبق لك إلا أن تقف بين يدي الله عز وجل وحدك فتزل قدم بعد ثبوتها. نسأل الله عز وجل الثبات. وبعد كده لما تخلع كل حاجة، انت فضيلة فلان ولا الشيخ فلان ولا فلان ولا فلان، لا، انت قعدت في اوضتك وقفلت على نفسك. وهنا بقى تقول لنفسك ياه، لما نرجع تاني لما كنا صغيرين، اول ما الواحد كده التزم وكان ويرور كده في البدايات، ياه كان يحب كل حاجة بحب كده. كان يسمع سورة الحاقة ديت جسمه كله يتزلزل. لما كان يسمع كده سورة الواقعة وآيات الجنة كان يبكي برضك عشان شوق للجنة. احنا دلوقتي ختمنا وقرينا كتب وعملنا كل حاجة، بس القلوب ما بقتش تتحرك زي زمان. ارجع لما كنا صغيرين. نسأل الله عز وجل أن يردنا إليه ردا جميلا. وصلي اللهم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.